مساء الذوق العالي واهلا بيكي في حلقه جديده من برنامج كعب عالي. بعد ما الناس ابتدت ان هي تدخل علم الازياء حتى لو بشكل غير مباشر في الالوان والسيكولوجيات، وقدروا ان هم ينسجوا الحاجات بشكل احسن، فده خلى ان نقدر نقول مصر في الفترة دي ازدهرت جدا في صناعة النسيج. نقدر نقول دلوقتي ان هي ما بقتش بتتحط في قالب واحد، هي بقت بتفرض نفسها بناء على طلب واذواق الجماهير ايه، والثقافة اللي ممكن نقول منتشرة في العصر بتاعها. رجوعا للماضي حتى الحاضر، الموضة عمرها ما فشلت ان هي تكون جزء مجزأ اصيل من اي ثقافة او شعب حابب يهادي بعض بحاجة او يحتفل باي مناسبة. بتوصل لمرحلة البيك، وده بيبقى ان الناس كلها فهمت الكونسبت بتاعة البيس that got introduced في الفاشن سايكل، وبعدين بيحصل لها ديكلاين لان الناس ما بتلبس الحاجة بشكل متكرر على سنين كتير، بيحصل لها فول داون بالديكلاين. الناس بتقعد حبة مش بتيجي جنب البيس دي. خليكم معايا دايما علشان اقول لكم كل جديد في عالم الموضة، واستنوني في كعب عالي مع ندى فاروق.